السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض روتين حلو قوي في المطبخ في عز البرد اللي احنا فيه ده بقى. هيبقى فيه شويه مفاجآت كده. تعالوا يلا نبدأ نشوف هنعمل ايه. بس في البدايه ما تنسوش اللايك، وكمان تعملوا شير، ولو اول مره تشوفوني اتمنى تشتركوا في قناتي. تعالوا نشوف هنبدأ بايه الاول. شايفين الكركبه دي؟ شايفين البوتاجاز والرخامه. هنشتغل بقى الحاجات دي في البدايه كده، وهنولع على الميه لاني هسلق ممبار. طبعا دي اول مفاجاه. انا كنت ناويه والله يعني اجيبه من البدايه وانا بحشيه وانا بخلصه، بس للاسف النور كان مقطوع. والله انا حاشيه في الضلمه. هجيب بس الميه علشان ايه؟ ننجز وقت. الولاعة مجنناني، والاشعال برضو نفس القصة. الغاز متجمد. احنا كبني ادمين متلجين، والغاز كمان متجمد في المواسير وفي الولاعة. ده انا عايزاها لان يعني هعمل بصل، بس مش دلوقتي لان انا بعمل البصل دموعي بتفضل نازله. مش هنعمله في الفيديو. وايه تاني؟ ولعنا بقى على الميه. هنحط عليها ايه؟ البهارات بتاعتنا. خلاص. هنحط مستكه، وهنحط سنه قرفه صغيره. خلاص، بسيطه يعني. وكمان هنزود ملح، مش هنكتر لان انا هحط ايه؟ مرق دجاج. بس هشوف ورق اللورا الاول. انا عندي ورق لورا تقريبا هنا مطحون، ممكن اضيفه. بس هنحط قرنفل كمان، اكننا هنعمل فراخ بالظبط. على فكره الشوربه بتاعته بتبقى طعمها حلو قوي. شوف بس ورق اللورا فين. طب والله انا لسه ما كنتش حطيته في علبه، عايزه افضيه في علبه. لسه موجود في الكيس، نحطه في علبه بقى. خلاص كده. وعايزين والله نعمل يوم نشوف البهارات اللي ناقصه ايه، ونشوف هنجيب ايه بقى ان شاء الله عشان رمضان. عشنا ونكلم عمرو. بصوا، انا بجيب مرقه الدجاج اللي هي الشرايط دي وبقطعها، بحطها في العلبه عشان تبقى سهله عليا. هنحط مكعبين بس كده. عندي فكره حلوه قوي. عندي هنا عدس نسخن منه بقى كوبايه، لان احنا لسه بدري على الغدا. هنعكس بس حوالينا كده. تمام. هناخد حبه من ده، حبه صغيرين كده علشان هنعمل فول. هنا بقى انا حاطه الفول اهو، ومعاه ايه؟ شويه عدس صغيرين. وكمان هقول لكم، عايزين الفول يبقى احمر قوي، وكمان الالمونيا دي ما تتأذاش، هنحط نص ليمونه. تمام. بصوا، هنشيل منها بس البذر كده وهنحطها بالشكل ده وخلاص بقى. مجرد ما يغلي هنوطي عليه ونسيبه. تمام. الميه هنا قربت تغلي اهي. شوف العدس اخباره ايه.
شايفين القوام بتاعه يا جماعه؟ شايفين اللون؟ لونه تحفه تحفه. لسه يعني هيسخن شويه. هعصر بس الليمونه دي، هعصر بس الليمونه في الفنجان. شايفين الفنجان ده عامل ازاي؟ فنجان الشوربه ده بحب اشرب فيه قوي. ايه فلح. تعالي انتي هنا، بخاف منها بصراحه. ربنا يستر. يعني 5 دقايق بالظبط ونبدا نحط الممبار. تمام. نضف حوالينا كده. اعتقد ان هو كده سخن كفايه. حلو جدا لحد لما ايه، لما الغدا يخلص. اتفضلوا معايا. بصوا بقى، لما باجي احط الممبار بسيب الطرف ده والطرف ده فاضي خلاص. يعني هو الممبار محشي من هنا ومن هنا والطروف دي فاضيه، علشان مجرد ما ينزل في الميه يقفل من هنا ومن هنا، الرز ما يقعش فين في الميه ايه، ونقعد نغني ظلموه وكيلو الرز ب40 جنيه. شايفين الحتت دي فاضيه ازاي؟ من هنا محشي كويس جدا اهو. عشان ايه؟ بصوا يعني مجرد ما تتحط في الميه الجنبين دول يقفلوا والرز يتفرد فيها، وفي نفس الوقت ما بنخلوش محشي كتير علشان يعني الرز حجمه بيزيد، فما الممبار ما يفتحش وايه، والرز برضو يعني الممبار يتفتح مننا ينفجر يعني. خلاص. مش عارفه اعبر لكم عن الكلام، مش عارفه هتفهموني ولا لا. فاهمين قصدي؟ وطبعا اللي هيتفرج علينا من دوله تانية يقول لنا اسم الممبار ده اسمه ايه عندكم. في ناس بتقول ممبار وممبار، وفي ناس بتقول له مسميات تانية بس انا معرفهاش بصراحه. هاكد قوي على حته الطروف دي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنكتر برضو في الحله علشان هو حجمه بيزيد لما بينزل في الميه. هنقلب كده ونشوف. لا لسه ممكن نحط كمان. اغسل ايدي بس. بصوا بقى انا هغطي عليه خلاص، وبعدين اشرب بقى العدس ده وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا كده انا طلعت بقى جزء اهو بعد ما سلقته خلاص. بصوا انا عايزه اجرب النهارده ان انا احمر الممبار، يعني هحمر شويه في الزيت والباقي هجربه في الميكروويف. ما جربتش انا الجريل قبل كده ان انا احمر فيه حاجه، فهجرب كده. ده هيبقى ايه، رشه زيت بسيطه. تمام.
هنشوف بس ده استوى ولا لا. طبعا بنختبره كده بالمعلقه، بنضغط كده. بصوا يعني طالما ايه المعلقه نزلت لتحت كده واتفتح خلاص هو كده استوى كده تمام. ده كمان استوى. هقفل بقى عليه خلاص. هحمر وارجع لكم تاني. انا كده خلصت حمرت زي ما قلت لكم في الزيت عادي تمام. بصوا الشوربه ما فيهاش طبعا رز، عشان ايه زي ما قلت لكم لما باجي احط الممبار في الحله بمسك الطرفين بخليهم فاضيين. شايفين؟ بصوا ما فيش هنا رز ازاي، شايفين؟ شوربه بس خلاص بالشكل ده، مفيش فيها رز خالص. لو حابين نحط شوربه دي اللي عايز يعني، طبعا هي طعمها حلو جدا لما بتحط عليها ليمون بتبقى لذيذه. ايه رايكم؟ تيجوا تشوفوا من قريب شويه. انا حاسه كده ان الكاميرا ايه ظالمه المنظر. تعالوا عشان تقولي لي الفرق بين اللي اتحمر في الميكروويف واللي اتحمر في الزيت. بصوا بقى من قريب، ده اللي اتحمر بالزيت. شايفين اللمعه اللي فيه؟ تحس ان الزيت واضح فيه قوي. لكن ده طبعا ما فيهوش زيرو زيت. وهنا بقى الجزر اللي انا كنت عاملاه مخلل معاكم والليمون والزيتون. وبكده اكون خلصت الروتين بتاعي النهارده، واشوفكم بكره في فيديو جاي على خير. مع السلامه.